وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير جميع الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم السفنج مغربي باسرع واسهل طريقه جديده دغيا كيختمر دغيا يوجد. غندوزو لطريقه التحضير. عندي هنا 2 كيسان ديال الماء سخون، ما يكونش سخون بزاف. هاد الكاس هذا فايت الكاس ديال الماء شي شويه الا عبرت به. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه نديرو الخميره. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندي هنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، والملحه نخليها على جنب. يلا خير، غادي نخلط هاد المكونات. الملحه ما نديروهاش في الاول باش الخميره ديالنا تتفاعل، خليوها حتى الاخر. بسم الله. ندير 2 كيسان ديال الدقيق. هاد المرحله الاولى عندي فيها 2 كيسان ديال الدقيق. الكاس اللي عبرت به الماء غادي نعبر به الدقيق. بسم الله. غنخلط غير بهذا الخلاط اليدوي. نخلطو مزيان هاد الخليط، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يختمر. يعني غتفاعل لنا الخميره. عاد نعاودو المرحله الثانيه. غادي نخليه تفاعل الخميره، نخليه واحد 15 دقيقه ونرجع معكم نكملوا المرحله الثانيه. بسم الله. من بعد ما خليتها 15 دقيقه تفاعلت الخميره. ها هي تبارك الله تفاعلت، شوف كي ولا الشكل ديالها ما شاء الله. دابا غادي نزيدو المرحله الثانيه. ندوزو للمرحله الثانيه. غادي نديرو الملحه على حسب الذوق. وغادي نزيد نضيف دقيق الكاس الثالث. غنزيد الكاس الرابع. غندير 2 كيسان وغادي نشوف الخليط كي غيرجع. الا بقى خصني غادي نزيد. لان هاد السفنج لا خصو العجينه ديالو تكون خفيفه، تكونش قاصحه. وهاد الطريقه هادي دغيا كيختمر دغيا كيوجد في ساعه. الدقيق غتزيدوه شويه بشويه باش ما يقصح لكم شي. كما معروف على السفنج كتكون العجينه ديالو خفيفه باش كينجح معكم. الا كانت العجينه ثقيله قاصحه راه ما غاديش ينجح معكم. غنزيد شي شويه.
غتخدموه شويه هكا. الدلك اللي غديروا له غادي تخدموه غير هكا شويه حتى تطلق مزيان، يدير ديك الفقاعات، وعاد نخليوه نغطيوه ونخليوه يختمر. غنخليه عاوتاني شي 15 دقيقه هكا ولا بجهد ما يختمر. ضاعف الحجم ديالو ونتلاقاو. انا رجعت معكم. هو تبارك الله ما تباليش الوقت كثير، 10 دقائق. كتشوف بلاصه دافيه. الفرن كان عندي شاعل من قبل وطفيتو وبقى ساخن شويه ودرتو فيه 10 دقائق. ها هو تبارك الله هو ضاعف الحجم ديالو وطلعوا الفقاعات. ها دابا غادي نشكلو كويرات ونحطو في الصينيه ونستعمل بشويه ديال الزيت. غنحطو نديرو كويرات هنا ونحطوهم في الصينيه باش هاد البلاطو باش يجوني ساهلين اللي نكون نطيب. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. شوف تبارك الله هاد العجينه مختمره. هاد شوف تبارك الله خامره العجينه. ديروا الزيت في يديكم باش ما يلتصقش العجينه. ندير على هذا الشكل هذا ونحطه في الصينيه. الحجم اللي بغيتو ديروه كبارين ولا صغارين. بسم الله. من بعد ما شكلتهم هكا درت لهم الثقب في الوسط بحال هكا باش ملي كنهز في يدي السفنجه دغيا كتسهل عليا. عندي شويه ديال الزيت عندي في هذا المقله هذا غير شويه، وعندي الزيت هنا في هذه الكاسرون كثيره. هنا غادي نحطها في الاول تطلع شويه تنفخ كما غتشوفوا معايا، ومن بعد عاد نهزها ونحطها في بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو السر ديال
السفنج باش كيتنفخ وكيجي مجعب وكيجي زوين. تحطوها في المقله فيها غير شويه ديال الزيت، ومن بعد ملي تنفخ نحطوها في الزيت كتير. بسم الله. هانتينا تبارك الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله كي هي مجعبه ومنفوخه محمره من تحت ومن الفوق. كنحطوا نفس العمليه اللي درت في الاول. غادي نحطها في المقله اللي فيه غير شويه الزيت، ومن بعد عاد نحطها هنا تزيد تكمل طيب. هذا هو الشكل النهائي ديال السفنج اللي حضرت معكم بطريقه سهله وسريعه وكيوجد دغيا وحسن من الطريقه القديمه اللي كانوا كيديروها. وانا شاركت معكم الفطور ديالنا.
يعني تحضروه دغيا كيوجد، تحضروه للكوتي ولا للفطور، كيجي داك الشرفع كيجي روعه. بسم الله، ها انت تبارك الله ما شاء الله. كيجي من داك الشرفع. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوا هذا السفنج اللي كيجي مجعب وكيجي خاوي وما كيشربش الزيت، كيجي من داك الشرفع، كيجي زوين ولذيذ وطريقه سهله وسريعه وما فيهش المكونات بزاف وما فيهش التعب بزاف، دغيا كيوجد بلا تعب بلا حتى شي حاجه.